أهلا بكم من جديد متابعينا وحبايبنا مع ذهاب نهائي دوري أبطال أفريقيا موسم 2023 مع الأهلي ملك البطولة والوداد المغربي. النهائي اللي هو اتكرر كذا مرة، تحس القارة دي ما بتتكرر كل شوية. النهائي الرابع على التوالي للنادي الأهلي، النهائي الثالث بين الأهلي والوداد، اللي هو الوداد اللي خد البطولة من الأهلي مرتين. ربنا يستر يعني. قبل ما ندخل في تفاصيل المباراة يا جماعة، اللي مش مشترك معنا في القناة يشترك ودعمونا بلايك يا جماعة وكومنت، ونشوف تفاصيل المباراة القوية لأن إن شاء الله الأهلي ينتصر فيها ويسترد حقه بتاع الموسم الماضي. هنتكلم الأول بالنسبة لنادي الوداد والأهلي، في قسم مشترك الموسم ده. الاثنين خسروا المباراة الافتتاحية في دور المجموعات، يعني سواء الأهلي أو الوداد كل واحد خسر فيهم المباراة الافتتاحية في دور المجموعات، ووصلوا في الآخر يعني الحمد لله للنهاية. الفريقين اللي هو الوداد وصل بصعوبة بعد تغلبه على سان داونز بعد التعادل الإيجابي في جنوب أفريقيا واحتساب خارج الأرض الهدف ب2، وتعادل ساعتها 2-2، وكانوا تعادل ساعتها في المغرب 0-0. يعني الوداد وصل بصعوبة للمباراة دي. بعد كده عندنا بالنسبة لنادي الوداد، يعني نادي الوداد ما تعرفوش تمسك منين، يعني عامل زي المية، ولا تعرفوا يلعب هجوم ولا تعرف يلعب دفاع. بس هو اللي نعرفه ان هو بيلعب لعب متوازن زي الاهلي، يعني في توازن بينه وبين الهجوم وفي توازن بينه وبين الدفاع. يعني الهجوم بتاعه قوي وبيلعب عرضيات كويسة خالص، يعني العرضيات بتاعته خطيرة. عنده اللاعب المهاجم بتاعه في حدود 180 100 حاجة و80 سم، يعني الأطوال بتاعهم بيستخدم العرضيات بأريحية كبيرة، والأطراف بتاعتهم قوية وفي خطورة لما يلاقوا مساحات برضه. بس في من ضمن المشاكل بتاعتهم يعني بناء اللعب من ورا، اللعيبة بتاعتهم تتوتر، يعني لو في ضغط عالي من لعيبة الأهلي هيعملوا لهم خطورة. يعني الوداد يعني في ارتباك بيبقى بين قلبي الدفاع بين الكورة والخط الوسط، ما تعرفش اللي بيحصل بينهم يعني. فدي من ضمن الحاجات اللي لو اشتغل عليها الأهلي بالضغط العالي هيعرف. بس هما من ناحية توازن، في توازن بين الهجوم بتاعهم بين الدفاع بتاعهم، في شراسة، يعني في شراسة، تقول شراسة هجومية، يعني مش بيضيعوا الكرة بسهولة، وبيعرف يضبط ضغط عالي بين ال 18. يعني فظاع الوداد الصراحة يا جماعة. الوداد وكلنا فاكرين اللي حصل السنة اللي فاتت يعني في النهاية. إن شاء الله الأهلي، طبعا الأهلي شوية يا جماعة، الأهلي برضو تحت قيادة مارسيل كولر اللي بيلعب بتوازن دفاعي وتوازن هجومي. ما في أفكار مارسيل كولر متوازنة يا جماعة، يعني ما فيش استعجال، ما فيش في يعني بيعرف يدور بين اللعيبة. يعني انت عارف اللي هو الكرة بتطلع بسلاسة وتناغم، عارف يظبط التشكيلة بين اللعيبة، مفيش استعجال، واحدة واحدة بيعرف ياخد هو اللي عايزه. حتى في الدوري عارف اللي يعمل اللي هو عايزه، يعني سواء الدفاع أو الاحتفاظ بالكرة، عارف يعمل كل حاجة في توازن. سواء يعني آخر أخبار يقولوا إن هو استبعد محمد الشناوي عشان الإصابة من المباراة. يلعب مصطفى شوبير أدى حاجات كويسة، يعني مصطفى شوبير يا جماعة أدى مباراة كويسة اللي لعبهم في الدوري، وإن شاء الله يعتمد عليه الأهلي ويثبت وجوده في المباراة دي. وبرضه عندك الأهلي، أنت لازم يستغل غلطات نادي الوداد في بناء الكورة، لازم يستغل يا جماعة الكلام ده، لازم يستغل إن هو الكلام ده بالذات في طلوع الكورة من ورا، ما يسيبلهمش مساحات، يضغط عليهم الضغط العالي. يعني ديانج كويس في الحاجات دي، بيضغط ضغط عالي. يعني لعيبة الوداد بتلاقيهم يعني في الثنائيات، لو عرف اللاعب يطلع بينهم في الثنائيات هيعملوا له خطورة، وبالذات برضه الشوط من بره. يعني برضه لو شاطوا من بره ال 18 برضه ممكن يعمل خطورة. أهم حاجة الأهلي يجيب هدف في أول ربع ساعة، لو جابوا هدف الأهلي في أول ربع ساعة هيعمل خطورة على المباراة، هيعمل مشاكل. الوداد هيبقى فيه توتر، يعني الوداد ممكن يلعب على نتيجة التعادل السلبي أو التعادل الإيجابي. الجون أنت بتحسب له ب2 أو الفوز، يعني هو حتى لو خرج متعادل سلبي أو إيجابي الدنيا أحسن. مباراة العودة عندهم أنتوا عارفين الجماهير هناك الدنيا بتاعتهم إزاي، عارفين جماهير الوداد. بس الأهلي لازم يستغل نقاط الضعف بتاعته في بناء الهجمة من ورا وخط النص.
يعني لازم يستغل الحاجات دي الاهلي، لعيبه الاهلي، ولازم يبقى في تركيز وعدم تضييع الكور زي كهربا برضو، مش عايزين نضيع كور كده دي. يعني الوداد برضو خطير، بس برضو ممكن تسقط منه كور، بالذات فور ربع ساعة. فور ربع ساعة مع شدة الجماهير بتاعتنا هنعرف ان ناخد منهم اجوان. اهم حاجة يا جماعة جون في اول مباراة، عشان نقول اهم حاجة جون في اول مباراة. بالنسبة للعيبة احنا واثقين كل الثقة في اللعيبة، وعايزين ال11 اهلي، يعني ال11 اهلي، عايزين ال11 اهلي. ما احنا غلابة برضو، عايزين ال11 يعني معلش يا جماعة، بالنسبة للعيبة عايزين ال11. لو عجبك الفيديو ما تنساش تدوس لنا على زر اللايك والاشتراك، لو مشترك مش معانا في القناة، وقولوا لنا رأيكم وتوقعاتكم في المباراة تنتهي كام، وإن شاء الله الأهلي يفوز، ونشوفكم فيديوهات أخرى.